في ناس بتحب تضحك على نفسها علشان تريح دماغها وتقولك أنا ربنا خلقني كده مشتت، فبالتالي ولا بتقوم ولا بتشتغل ولا بتتحرك. وكل ما تتضايق من الموضوع ده أو حد حتى يقول لها أنت ليه يا ابني مش قاعد على الحاجة تعملها لغاية آخرها، كل شوية بتقوم ليه؟ يقولك أصل أنا ربنا خلقني كده مشتت. ما تضحكش على نفسك، التركيز ده مش موهبة، التركيز فطرة ربنا فطرنا عليها، ولكن احنا اللي دخلنا التشتت حياتنا وسمحنا له اللي هو يكون في كل حتة وما حاولناش حتى اللي احنا نسيطر عليه. فما تجيش دلوقتي تقول اللي انت ربنا خلقك مشتت، ده العكس هو اللي صحيح. التركيز ده زي اي عضلة موجودة في الجسم، والله حضرتك هتشتغل عليها وهتمرنها هتبقى قوية جدا، ولكن لو سبتها هتضعف جدا. وطبعا مش اول ما هتروح يوم في الجيم العضلة دي هتكبر وهتبقى قد كده، انت لازم تفضل مستمر في التمرين عليها. نفس القصة، حضرتك تقدر تبني قدرتك على التركيز بالتمرين المستمر، ودي حاجة اسمها في علم الأعصاب Progressive Focus Training، وده اللي بيقولك إن حضرتك تبدأ تبني قدرتك على التركيز وتقوي العضلة دي من خلال فترات تركيز قصيرة منتظمة. يعني لو انت كل يوم بتمارس تمارين التركيز دي حتى لو لفترة صغيرة قوي بس بشكل منتظم، انت بعد فترة هتلاقي التركيز بتاعك راح في حتة تانية. ودي دراسة فعلا اتعملت من جامعة ستانفورد أكدت إن الناس اللي بتتمرن بشكل منتظم في خلال 3 أسابيع قدرتهم على التركيز زادت بنسبة من 30 ل 45%. فأنت مستني إيه بقى؟ ابدأ من النهاردة ب10 دقايق بس تركيز، وبكرة يبقوا 15 دقيقة، وبعده 20 دقيقة، حتى لو مش عارف تزودهم 10 دقايق لمدة أسبوع. بس كل يوم أنا هقعد أركز 10 دقايق، وكل ما أسرح أنا هرجع تاني للتركيز بتاعي. جرب التقنية بتاعت بومودورو اللي احنا قلناها قبل كده في تقسيم التاسكات، 25 دقيقة تاسك و5 دقايق راحة وهكذا. جرب التايم بلوكينج، اعمل لك ستوب ووتش، ادخل كده اعمل سيرش على تمارين التركيز وخد لك تمرين وابدأ استمر عليه لفترة. انت لازم تقوم ولازم تتحرك. المعلومات عن التشتت والتركيز مش انا بس اللي بتكلم عنها، الدنيا كلها بتتكلم عنها. شات جي بي تي هيقول لك معلومات بالهبل. المعلومات يا مدير موجودة في كل حتة. صدقني التغيير مش بيجي من اللي انت تاخد كورسات كتير او تسمع حلقات كتير، التغيير الحقيقي هيحصل لك يوم ما تقرر اللي انت هتتغير وتاخد الخطوة وتستمر عليها. لو انت ما عملتش اي حاجة من ال3 دول انت هتفضل قاعد مكانك وتسمع فيديوهات من هنا للسنة الجاية وانت برضو بتشتكي من نفس الشكوى. علشان كده المميزين في الدنيا قليلين، لان هم ما بيقعدوش يتفرجوا. دي الناس اللي بتقوم تطبق، تتفرج وتطبق، وما تاخدش معلومة تانية غير لما تطبق المعلومة اللي عندها الأول. غير كده انت هتفضل تشتكي ومش هتبطل تلوم نفسك، لأن النفس بطبيعتها هي محتاجة تتذكر، محتاجة تعلى، محتاجة تعرف أكتر وتبقى أحسن. غصب عنك لما بتلاقي نفسك مش بتتطور أو مشكلة انت بتشتكي منها بشكل مستمر تبدأ تلوم نفسك، تبقى حاسس دايما بخنقة وضيقة حتى لو انت مش بتترجمه، اللي انا عشان مش بتطور او باخد خطوه. بس هي بتكون بشكل لا واعي نفسك هي اللي بتشتكي، هي عايزه تبقى احسن، نفسها تبقى احسن. اديلها الفرصه دي، تعال على نفسك شويه وقرر وابدا وكمل في الخطوات، ما تزهقش. التاثير كده كده جاي بس هياخد وقت. المهم انك تبتدي وتكمل علشان تبقى مميز وتوصل فعلا للي انت عاوزه. والكلام ده على فكرة مش بس عادة التركيز، أي عادة أنت محتاجها، أي مهارة حابب تبقى عندك، أي صفة محتاج إن أنت تغيرها، قوم اشتغل عليها، اسمع وطبق وكمل في التطبيق. صدقني التغيير ملوش معادلة غير كده، قرر وابدأ وكمل، هتلاقي نتيجة مبهرة. احنا كده خلصنا الحلقات بتاعت التشتت. اعتقد ان انا هتكلم تاني في التشتت بس مش هيبقى الاسبوع الجاي، لان انا محضره حاجه تانية مهمه جدا الاسبوع الجاي عن طريقه التواصل ما بينك وما بين التيم بتاعك، لان جات لي مشاكل كتيره قوي عنها، فده اللي هنبدا نتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع الجاي. ولكن انا محتاجاك انك الحاجات البسيطه قوي في التشتت